أكد النجم الكبير يحيى الفخراني أن صحة زوجته الكاتبة لميس جابر قد تحسنت بشكل تدريجي خلال الساعات الماضية، وخرجت من العناية المركزة لغرفة عادية بالمستشفى التي تعالج به، موضحاً أنها أصيبت بجلطة مفاجئة في المخ استدعت دخولها العناية المركزة. وأضاف الفخراني أن الدكتور المعالج لزوجته طمأنه كثيراً، وأخبره أنها ستعود في أقرب وقت للمنزل لتستكمل علاجها بعدما خرجت من مرحلة الخطر. أنا الواسل حمد الباشا، كنت والد 7 سنين، وأقول للجمل اللي كدك 20 مرة نخ ينخ. وأنا آخر حتة منه، أنا طل في عينه طلة واحدة بس، بحس إني عايشة وربنا راضي عني. حقك، بس ورثي من أبوي لي والبناتي، وأنت تشوفش مني غير كل أذى. باين عليك يا ولدي ما تعرفش أنا مين. ارتحت يا حاج؟ شتمته قدام الرجال وكسرت عينه. فينك يا ولدي؟ أبوك حاجته ملعونة، ورثه ملعون، سلاحه ملعون. اوعى تكون محمل زي الجمل مستنينا انام وتموتني. انا الباشا حمد الباشا. يا حاج حرام عليك. قلبي اتخطف، برضه جاي. حسيت إني هكمل في الدنيا وحدي. اتحرك بأمري.